انه قانون وفي انهي بلد وفي انهي شريعه وفي اي انسانيه؟ حق الناس دي فين؟ البنتين اللي اتحرقوا دول حقهم وهم ميتين محروقين، حق ده فين؟ وحق البنت اللي عندها 25 سنه اللي هي لسه ما تهنتش بالدنيا فين؟ وحق الام اللي ما تهنتش ببنتها فين؟ وحق البنت اللي اتيتمت بقى لا اب ولا ام بقى خالص من سن 10 سنين، وان حاجه زي كده تحصل قدام عينيها مش عارفه تنام وعمال يجي لها كوابيس، فين؟ فين لو انت طلعته براءه؟ لو هو جاب لك حته ورقه ملهاش اي 60 لازمه يثبت لك بس ان هو مش متزن نفسيا، على ايه بقى؟ على كام الف اتحطوا في جيبك او كام مليون؟ احنا بنتكلم في كام مليون، كام الف ايه، كام مليون حطوا في جيبك؟ الكرسي اللي انت قاعد عليه ده مش هتاخده في القبر بتاعك وانت نازل، مش هتاخده والله، ولا كام مليون هتاخدهم معاك، ولا الفيلا اللي جبتها في الساحل، ولا الفيلا اللي جبتها في التجمع، انسى. واتساب عليكم يا تمنى التبات، واهلا بكم في قناتي واهلا بكم في حلقه جديده وسلسله حلقات ليه مصر بلد فاشله. الجزء الكام مش فاكر لاننا عملنا حلقات كتير ولسه نعمل حلقات كتير، واللي مش عاجبه ما يفتحش القناه، اللي مش عاجبه ما يشوفش الفيديو بكل سهوله. مش هقدر اتعب في نفسي مع الناس اللي هي ايه، اللي حتى مستخسره على نفسها وعلى الناس التوعيه، مستخسرين ان هم يشيلوا مسؤوليه افعالهم وتصرفاتهم ويحسنوا منها. فدول زباله، يعني عارف انت الزباله اللي بتشوفها في الشارع كده، هو كده. خليكوا بقى، خليكوا معفنين مرمين على جنب، عيشوا حياتكم كده لحد ما تموتوا، ولما تطلعوا فوق بقى شوفوا هتقولوا ايه لربنا سبحانه وتعالى. فمالناش دعوه، خلينا بقى مع الناس النظيفه المثقفه الواعيه، اللي هم فعلا فعلا عايزين البلد دي تبقى احسن بلد في الدنيا، لانها بلدنا. مفيش واحد في الكوكب ده بيبقى عايز بلده اوحش بلد او مش احسن بلد. يعني هو اصلا سبب من الاسباب ان انا بعمل سلسله حلقات زي دي، حتى بقى بايا كان الاسلوب اللي بتكلم بيه او اي حاجه بتكلم فيها، هو السبب ان انا عايز البلد تتحسن. امال هي اسمها توعيه ليه؟ توعيه علشان ننقل الحاجه من الصوره الغلط بتاعتها للصوره الصح بتاعتها. دي التوعيه. الحلقات اللي فاتت كلها تقريبا كان لو ما كانتش كلها كنا بنتكلم على السلوك الانساني بتاع الانسان المصري، وطرحنا بعض الموضوعات اللي اتكلمنا فيها، ولسه بقى في قدام خلي بالك. بس انا حابب اعمل هنا بس شيفت صغير للحكومه المصريه. الفيديو ده هيبقى عن الحكومه المصريه، وانا ما بخافش من حد، علشان اللي بيقعد يقول لي تتكلمش مش عارف ايه وبتاع، تصف اي حد ما يفرقش معايا حد، انا ما بخافش من حد الا ربنا سبحانه وتعالى. ف عادي ولا يفرق معايا اي حاجه، وبنزل مصر اجازات وهنزل وعادي برضه، يعني فاهم، اللي عنده حاجه يعملها. اللي عايز اتكلم فيه مهم جدا ليه؟ لأن انت لو شفت الفيديو اللي فات، الفلوج بتاعي بتاع اخر رحله شغل بالنسبه لي، كنت اتكلمت فيه عن جريمه قتل بشعه حصلت لحد اعرفه عزيز عليا جدا. يعني بنت اعرفها، ولاد خالاتها الاتنين اتقتلوا بالحرق. يعني واحده متجوزه واختها، حصل هي البنت حصل او الست حصل مشاكل بينها وبين جوزها، سابت البيت، رجعت البيت تاني بعد كام يوم هي واختها عشان تاخد حاجتها وهدومها اللي هي عايز تستخدمها يعني. راح هو واخد بنزين رشوا عليهم وولع فيهم. بعدها بيومين البنت اللي عندها 25 سنة اللي هي اخت الست اللي هي المتجوزة توفت. وبعدها باربع ايام الست توفت، سابت بنت عندها 10 سنين. وطبعا الاب ده اتمسك وهو في النيابة، وهنشوف هيحصل معاه ايه. مش هتكلم في الفيديو ده عن بقى ازاي جريمة القتل وازاي حد يقتل والجزاء اللي بيقتل ايه، عشان انا قلت ده في الفيديو اللي فات، فارجع شوف الفيديو اللي فات لو حابب تشوفه. ولا هتكلم عن سلوك الانسان وايه اللي وصله للمرحلة دي، هنخليها في نقطة تانية بعد كده. خلينا في الحكومة. مالها الحكومة يا معلم؟ الحكومة اللي هي المفروض مصدر العدل والامان والقضاء ما بين الناس. الحكومة اللي هي المفروض البانر بتاعها الشرطة او الحكومة في خدمة الشعب. الحكومة اللي هي بدورها انها بتنهض بالبلد وبتنهض بشعبها. بس للأسف عندنا في مصر الموضوع مختلف. الحكومة بتوقع بلدها وبتوقع شعبها. الحكومة اللي بتهين شعبها. الحكومة اللي مش فارق معاها بلدها.
بس هو في الظاهر مصر والوطنيه، واحنا بنحب مصر، ومصر محدش عارف يتكلم معاها كلمه، ومصر مش عارف ايه، والوطنيه والحموه دي قوي. دي مش وطنيه، ده عبث. الوطنيه دي لما تكون بلد محترمه، حكومه محترمه، شعبها عايش عيشه محترمه، عيشه ادميه، ساعتها اسمي ده وطن بيخلي باله مني، فانا بالتالي هديله حياتي. انما بقاش قاعد عايش مهان، متاكل حقي، متاكل كل حاجه، ما بشتغلش، مش عارف اعيش، مش عارف اكل، مش عارف اشرب، مش عارف اتجوز، مش عارف اسافر، مش عارف اعمل اي حاجه، واتهم من الحكومه اكن انا مثلا جاي عندكم يعني ايه، عايش على قفاكم مثلا، وتسميها وطن. لا ده مش وطن، دي صفيحه زباله، دي مش وطن. فالوطنيه مش كده، انتوا فاهمين الوطنيه غلط. المهم، ليه بدخل الحكومه في موضوع زي ده؟ لان انا لما بتكلم مع البنت بقول لها خلاص انا في دماغي بقى الشخص ده هياخد اعدام. ما هو انت عندك يعني الاتنين ماتوا، ده قتل عمد، اعدام ما فيهاش كلام. قالت لك لا، ده هم مقومين محاميين كتير، محاميين كتير، علشان في شك ان هو اصلا ممكن ما يتحبسش. نعم؟ يعني ايه يعني؟ اصل الناس تبعه بيحاولوا يجيبوا له شهاده معامله اطفال، ولا شهاده عدم اتزان نفسي. قلت لها ان شاء الله حتى لو مولود من غير مخ، هو السبب ده اللي هيخليهم ما يحبسوهوش؟ قاعد بقى سمعت القصه بقى اللي صدمتني بقى، اصدمني بقى. اديني يا مصر، اديني يا مصر. واحد قتل مراته قدام عياله الخمسه وما اتحبسش الباشا غير 7 شهور علشان اثبت ان هو مش متزن نفسيا. انا لولا ان انا ما بسبش وبشتم كنت رزعت سبابه دلوقتي ولا شتيمه تخرم التليفون. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ فمعلش يعني، حكومه ايه وعدل ايه وقضاء ايه اللي بتتكلموا عنه؟ ايه ده؟ في شرع مين ده؟ ولا هو مش المفروض ان الدستور متاخد من القرآن؟ انا ما شفتش اي حاجة في الدستور متاخدة من القرآن غير اول صفحة، ان الدستور شريعة القرآن. يا فرحتي، الله. افتح بقى كل المواد ولا كل الحاجات اللي جوه، ما فيش اي تطبيق من التطبيقات قال عليها الشرع اصلا. فيا فرحتي بقى. ف... فحتى لو احنا ما استمدناش الدستور من القرآن، هو فين العدل اصلا في الموضوع؟ يعني ايه علشان هو مش متزن نفسيا فتفضل يا باشا روح؟ ده قتل، قتل، قتل روح، قتل ام قدام عيالها. الخمس عيال دول هيطلعوا عندهم تراما لما يكبروا. غير طبعا ان في مصر الناس ما بتسكتش، الالسنه شغاله. شوف بقى التنمر اللي هيجي عليهم او الكلام اللي هيتقال عليهم سنين ضوئيه قدام. فهنرجع للكيس بتاعتي. ده لو اثبت ان هو مش متزن نفسيا او عنده او بيتعامل معامله اطفال، هيطلع الباشا. ليه؟ عشان ما عندناش قانون، عندنا صفيحه زباله، عندنا زريبه. عشان ما عندناش قضاء، عندنا ناس بتاخد رشاوي. عشان ما عندناش عدل، عندنا ناس كل همها الكرسي اللي هي قاعده عليه. القضاء اللي بيعملوا كده والقضاء اللي بيحكموا غلط وما بيحكموش بالعدل، قسما بالله ما انا بقولش كده من عندي، ده كلام ربنا. يوم القيامه انت هتندم ندم، هتتمنى ترجع بس يوم واحد، يوم واحد ايه، لحظة واحدة للدنيا، تجيب حق كل حد انت ظلمته بحكمك، اللي هو انت اصلا عارف ان هو باطل، وعارف وسكت، او عارف وعملت عكسه. ليه بقى؟ الله اعلم، اترشيت، انت واحد بدون ضمير، ما اعرفش. انتوا بس فالحين تقبضوا على الناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا. حد طلع على السوشيال ميديا اتكلم على الريس اللي هو هيجي له حلقة هو كمان برضه عادي، والحكومة والشعب والجيش تمسكوه تحطوه في المعتقل، واهله ما يعرفوش عنه حاجة، والناس ما تعرفش عنه حاجة، والاخبار ما حدش يعرف عنه حاجة. ليه؟ عشان طلع اتكلم على السوشيال ميديا. ده اللي انتوا فالحين فيه. فالحين في ان لما امام يطلع على المنبر يخطب في الناس، ما بتكلمش على الناس اللي هم وراهم حاجة، بتكلم على الائمة العاديين، زي اسمه ايه، حاجه شعبان، محمود شعبان، مصطفى شعبان، آه اللي هو كان دقنه مقطعه، ده اللي هو كان على طول بيتاخد المعتقل. ده راجل محترم، ما راهوش اي حاجه.
ياخدوه معتقل من بيته قدام عياله قدام اهله، امسكوهم من قفاهم وارموهم، اصل هم شويه غنم مش بني ادمين، مش مهم. ده اللي انتوا فالحين فيه، تقبضوا على الناس الغلابه اللي ملهاش ذنب في اي حاجه، تقبضوا على الناس اللي بتتكلم بحريتها. يعني تقبض على اللي بيتكلم على السوشيال ميديا، على الحكومه والرئيس ومش عارف ايه، وسايب بقى الهلس اللي بيحصل والتلفزيون والناس القلعه والرقاصين اللي في كل حته. مصر بقت مليانه رقاصات اصلا، اللي جاي من اوكرانيا واللي جاي من البرازيل واللي جاي مش عارف منين، وبياكلوا من قفانا، بياكلوا من قفانا. للاسف المصريين هم كمان معميين، بيروحوا يدفعوا في الحفلات دي عادي. تخيل كده لما واحده سايبه بلدها جايه تاكل عيش في مصر، وبتعمل 10 اضعاف اللي انت بتعمله كمبلغ او كيعني قبض. فانتوا سايبين دول عادي، اي حاجه تبقى مصدر خراب للبلد بتسيبوها. اي حاجه تانية بقى طبيعيه تتعلق بحريه البني ادم، حريه تعبير الراي، الدين، مش عارف ايه، لا خد وارمي. هتروح من ربنا فين؟ مش هتروح في حته، هتولع في نار جهنم، وهيبقى في مظالم يوم القيامه. المظالم دي ما فيهاش هزار، والله العظيم المظالم ما فيها هزار، لان ربنا ما بيسامحش فيها. هتقف قدام اللي انت ظلمته واللي عملت فيه وسويت فيه على الصراط. عند فين؟ عند خانة المظلمة. وقابل بقى، قابل، شوف مين هيلحقك. سواء بقى انت بقى من اول المخبر اللي فكر نفسه رئيس جمهورية، ده اللي بيروح يشتم ويسب في الناس ويمسك الناس من قفاهم، لحد الضابط، لحد المأمور، لحد وكيل النيابة، لحد مش عارف النيابة العامة، لحد مش عارف القضاء، لحد المحاميين اللي هم شغلهم ان هم يترافعوا عن الشخص. طب الشخص قتل، بس هو موكلي لازم اطلعه براءة. طب هو قاتل حضرتك تدافع عنه ليه؟ موكلي دافعين لي فلوس. انا عندي واحد صاحبي خريج محاماة، ما اعرفش اسم الكلية ايه يعني، قال لي انا مش هشتغل في المجال ده لان المجال ده كله رشاوي. المجال كله رشاوي زيه زي اي حاجه تانية، بس المحاماه اكتر، لان طبعا ما بيبقاش في حد مثلا عايز حد من اهله يتحبس او يحصل له حاجه، فاللي هو الحقني ده قتل مش عارف ايه، عايزين نطلعه براءه. طلع مين براءه يا مجنون انت؟ قتل ياخد جزاؤه. اصلا ما ينفعش ده. انا لو اخويا، هو بقى هتلاقيه بيسمع الفيديو ممكن يعني، لو اخويا قتل حد انا مش هجيب محامي ليه؟ مش هجيب محامي له، هياخد جزاؤه خلاص. انت اخترت الطريق ده، اجيب محامي يطلعك براءه وحق اللي انت قتلته يروح؟ لا، مش عشان انت، مش عشان انت اخويا يعني، فاهم؟ لا، ما انا اللي هتحاسب ان انا غطيت عليك، ما انا كده هبقى انا مشارك في الجريمه. فعايز ارجع بس للنقطه بتاعت ان الشخص يقتل وياخد براءه او يتحبس كام شهر ويطلع علشان بس ورقه هي اصلا ممكن تقطعها بالفلوس وطلع بالرشوه عادي جدا. زي ما احنا عارفين بقى مصر بقى واللي بيحصل فيها، طلع وكيش اللي يحط في ايده مش عارف 200 جنيه ولا 1000 جنيه هيمشي لك المصلحه. ما هو اي حد ده احنا ده انا ممكن اروح مصر اطلع شهاده ميلاد ان انا ابن صفيناز مثلا عادي جدا، او ابن الملك فاروق عادي جدا، وهتبقى موثقه وعليها ختم النسر وكل حاجه، كله بالفلوس بيمشي. فانت متخيل بقى، والحكومه عارفه ان الدنيا بتمشي كده، لان هم بيتعاملوا كده اصلا، هم بيتعاملوا كده. فلما انت تبقى عارف، لما انت تبقى انت في ايديك سلطه القضاء وسلطه انك تجيب حق الناس، شغلتك اصلا، وتبقى عارف ان كل حاجه ماشيه غلط وماشيه برشاوي، فتقوم انت بقى عادي تتقبل اي حد يقدم لك اي اوراق. وفي بقى في قضايا تانية او في كيسز تانية حصلت معايا شخصيا بقى، الناس اللي متابعاني من اول فيديو عملته على مصر واللي حصل معايا في مصر، معايا كل الاوراق اللي تثبت، كل الاوراق اللي تثبت واضحه زي الشمس، شيكات ووصولات امانه وكل حاجه، لا براءه. ليه؟ اصل هو مش عارف عمل القاضي مع نفسه كده، مش عارف عمل ايه كده، فلما هو بيعمل كده بتتحول مش عارف لحاجه تانية. هو ايه العك ده؟ هو ايه العك اللي انتوا بتعملوه ده؟ قاضي ايه ده ونيلة ايه؟ انا والقاضي ده هنقف على المظلمه يوم القيامه، ومش هسامح، مش هسامح. ما انت ضيعت شقه عمري كله، فمش هسامح. انت والشخص اللي نصب يعني، او انت والشخص اللي سرقني، انتوا الاتنين مع بعض كده هتقفوا قدامي كده في المظلمه يوم القيامه، وشوف مين هيلحقكم مني بقى. مش مني انا طبعا، من ربنا يعني، بس شوف مين هيلحقكم من الموقف ده. بيبقى عندك الادله كلها موجوده وبتعمل العكس. وفي كيس تانية زي اللي احنا بنتكلم فيها دي، اي حد يقدم لك اي ورقه تاخدها وتمشي بيها، مش مهم بقى صحتها.
مش مهم. واصلا يعني ايه اساسا يبقى في قانون ان اللي مش متزن نفسيا لو يعمل اللي هو يعمله وما نحاسبوش؟ ولا انه قانون، وفي انهي بلد، وفي انهي شريعه، وفي اي انسانيه؟ حق الناس دي فين؟ البنتين اللي اتحرقوا دول حقهم وهم ميتين محروقين، الله اعلم حسوا بالعذاب ده ولا، يعني اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان برحمته يكونوا هم ما حسوش بالعذاب بتاع النار ده زي سيدنا ابراهيم كده، ولكن فرضا هم حسوا بيه. حق ده فين؟ وحق البنت اللي عندها 25 سنه اللي هي لسه ما تهنتش بالدنيا فين؟ وحق الام اللي ما تهنتش ببنتها فين؟ وحق البنت اللي اتيتمت بقى لا اب ولا ام بقى خالص من سن 10 سنين، وان حاجه زي كده تحصل قدام عينيها مش عارفه تنام وعمال يجي لها كوابيس، فين؟ فين لو انت طلعته براءه، لو هو جاب لك حته ورقه ملهاش اي 60 لازمه يثبت لك بس ان هو مش متزن نفسيا؟ فلو ده القانون المصري يبقى ده قانون فاشل محتاج يتغير. فين القوانين الاسلاميه اللي هي لو اتحط لها، لو اتطبقت، مفيش كلب ماشي هيعرف يعمل جريمه؟ لو في قوانين بجد مفيش كلب ماشي هيعرف يعمل حاجه. عندك دبي مثلا، اكتر بلد في العالم يعتبر، او من اكتر بلاد العالم الجريمه فيها قليله جدا. ليه؟ عشان في قوانين، اللي هيعمل حاجه هيتعلق. مفيش ادفع هنا وهات لي ورقه هنا واعمل، مفيش الكلام ده، مع انه مش متاخد من القران اهو، بس قوانين صارمه. اللي هيعمل حاجه هيتعلق، ما فيهاش هزار. لذلك هناك انت ممكن تبقى تسيب محفظتك وتليفونك وعربيتك مفتوحه وتمشي وترجع تلاقي حاجه زي ما هي. في مصر العربيات بتتكسر والبيوت بتتخش والشبابيك بتتدغدغ والحاجه بتتسرق والناس بيهتك عرضها بص يعني كل حاجه وحشه في الكوكب بتحصل في مصر. كل حاجه وحشه بتحصل في مصر. والله والله ما في حاجه كويسه موجوده في مصر، وانا اتاكدت من ده بنفسي بقى لما نزلت وقعدت سنه. يعني يمكن الحاجه الوحيده اللي ممكن اطلعها كده، اللي هو انت مثلا لو شاب وحابب تتجوز، مش هينفعك الا واحده مصريه او عربيه، مش شرط مصريه، حد من نفس الطبع بتاعنا اللي هو ايه، الفطره اللي ربنا خلقنا عليها كعرب، ويكون حد كويس مش من بتاع اليومين دول، فاهم؟ غير كده مفيش. فانا حابب اقول حاجه في الفيديو ده، ان الحكومه المصريه حكومه فاشله. الحكومه المصريه حكومه فاشله، وحكومه هتتعاقب عقاب شديد جدا قدام ربنا يوم القيامه على العك والعبث اللي هم بيعملوه مع المواطنين بتوعها، من اول الاهانه في الشارع في الكماين لحد القضايا الكبرى في المحاكم، وكل بقى ان بتوين بقى، كل اللي في النص. ومن اول اللي بيمسح اللي هو عارف ان ده بيحصل وساكت، لحد رئيس الجمهورية، كله على نفس الوتيرة، وكله في نفس الميزان، وكله هيتعاقب نفس العقاب، كلكم زي بعض. بس احنا لسه هنيجي قدام بقى ايه للشرطة والجيش ورئيس الجمهورية، عشان دي لهم كلام برضه لوحده. لكن بقى حتة القضاء ده انا مش عارف. والعدل اساس الملك، انتوا فالحين تحطوا البانرز بس، العناوين، العدل اساس الملك، الدستور مش عارف جاي من القرآن، بس كده يا فرحتي. طب طبقت بقى العدل اساس الملك دي؟ لا. طبقت القرآن في الدستور؟ لا. عملت ايه طيب؟ عملت ايه يا عزف؟ فرسالة لكل قاضي، كل مستشار، كل واحد قاعد على كرسي في ايده سلطة ان هو يحكم، يا يجيب حق يا يضيع حق. كل حق بتضيعه قسما بالله ما هتترحم يوم القيامة، ومش هتترحم في الدنيا، لان الظالم بيتاخد منه الحق في الدنيا بيموتش الا لما بيتاخد منه الاول. فانت هتتسوح في الدنيا وهتتسوح في الاخره. على ايه بقى؟ على كام الف تحطه في جيبك، او كام مليون، احنا بنتكلم في كام مليون، كام الف ايه، كام مليون حطه في جيبك. الكرسي اللي انت قاعد عليه ده مش هتاخده في القبر بتاعك وانت نازل، مش هتاخده والله. ولا كام مليون هتاخدهم معاك، ولا الفيلا اللي جبتها في الساحل، ولا الفيلا اللي جبتها في التجمع. انسى، انسى والله، مفيش الكلام ده. الفراعنه ايام زمان هم بس اللي كانوا بياخدوا معاهم مجوهراتهم وحاجتهم، قال ايه، علشان الحياه اللي بعد كده هياخدوها معاهم. اظن انت بقى يعني كنت هقول اظن انت مش بالجهل ده، بس الحقيقه لا، الفراعنه كانوا اذكى مننا واعلم مننا بكتير.
انتوا اللي بتكلم، الفئه اللي بتكلم عليها دول عدوا ابو جهل بكتير. ف مفيش الاوبشن ده، لا فلوسك هتاخدها معاك، ولا كرسيك هتاخده معاك، ولا اي حاجه، وهتطلع فوق ملط. ملط. وبقى شوف مين هيلحقك، شوف مين هيلحقك. اعملوا شير للفيديو، خلي الناس تشوفه، وخلي ما اعرفش يعني. المفروض يعني ان يبقى في شويه دم على الاقل، ان لو حاجه زي دي مثلا اتعمل لها شير مثلا واتشافت عن طريق بقى الناس دول، القضاه دول، الناس اللي بتعمل كده، او الناس اللي حاطه قوانين زي دي، ويخلي حقوق الناس تروح، والاهالي يتحرق قلبها، والناس تتيتم، وعادي كده، عادي جدا، عادي. قاعدين في الهولوكوست احنا هنا اصلا، فاهم؟ فلعل وعسى يبقى في شويه دم يعني عند البشر دول. فاعمل شير الفيديو، وسلسله ليه مصر بلد فاشله مكمله. واللي مش عاجبه، انا ما عنديش حيطه هنا، اكيد انت عندك حيطه اخبط راسك فيها. بس اعمل لايك للفيديو، اعمل سبسكرايب للقناه لو انت ما عملتش، واشوفكم في الحلقه اللي جايه ان شاء الله.